يا كاريزما. لا حبيب قلبي. عامل ايه يا اخويا؟ خير والله يا اخويا. عايزك تعرف نفسك للناس الاول. انا مروان احمد، عندي 24 سنه، خريج كليه اعلام. بشتغل دلوقتي مسرح، وفي نفس الوقت عندي قناه على اليوتيوب بنزل عليها فيديوهات كوره. الدنيا معايا جميله يعني. يا عم ربنا يكرمك. حبيبي يا بس لسه شويه الطرش ده اصلا. عيب عليك. عيب عليك. لا، مصاريف ومكلف. ده ما تستشورش يا اسطى غير لما يكون في حاجه. ما اكيد يا اسطى. كان في ايه امبارح؟ كان عندي فرح وكاتب كتاب، والنهارده عندي فرح وكان عندي كاتب كتاب في القاهره. رحتوا؟ لا انا بقول وبكره تقريبا كمان عندي فرح. لا والله. هو لسه الواد لسه الواد بيشاور نفسه يعزمني ولا وانا عارف، بس هو لسه ما عزمنيش. طب مش ناويين نفرح بيك طيب ولا ايه؟ هو نفرح بيك انت الاول. لا يا اسطى الدور عليك يا اسطى. لا الدور عليك. ما يحصل. ازاي يعني؟ يا اسطى انت الكبير يا اسطى. مش مهم يا اخويا، مش بالكبر، وانا واحد اصغر مني ب4 سنين وخطب قبل. مالهاش علاقه يا اسطى، لا، مالهاش علاقه، انت كبير بلاش نفرح بيك انت الاول. لا انا مش هعمل غير لما اطمن عليك. خلصانه يا عم. خلصان يا باشا. طب انا كنت عايز اعرف مغامراتك ايام الثانويه. طب يا عم، يا اسطى بص، انا في ثانويه عامه. هكلمك عن ثالثه. انا عايز دي بس الاول. لا، انا عايز دي. هكلمك عن ثالثه. انا عايز دي. مش هتكلم عن ثانيه، هكلمك ماشي. عن ثالثه. بص يا اسطى، انا في ثالثه عشت احسن سنه في حياتي. ازاي؟ كنتش بروح دروس. جالك سريع، فاهم؟ هم هتشوف الحلقه دي. لا هم هقولها لك. عارفين يا اسطى. انا في مره اتقفشت ازاي. كنت قاعد على قهوه اسمها اللؤلؤه، اللي في الشهداء. اللي هي في شارع نوبل دي. اللي في الشهداء. كنت قاعد على قهوه اللؤلؤه، ففي واحد قاعد جنبي كان لابس لبس تخرج وجاي يعمل فوتو سيشن جنبي، اللي هو في لبس التخرج. فانا قلت له يا صاحبي انت جايبني في الصوره، لو كده قوم من جنبك وروح اقعد هناك. قال لي لا ما تقلقش. فانا المهم عامل نفسه عبيط وقاعد بشرب كوبايه الشاي، والواد عمال يتصور جنبي. مره واحده انا نفسي طلعت ترند على تويتر. والله العظيم. اقسم بالله الواد الصوره بتاعته نزلت، فالناس قعدت تتريق عليه، والناس سابوه هو وجابوني انا في الصوره. ومين عاطف اللي قاعد جنبه ده؟ اخويا يا اسطى بجد يا اسطى. والله لقيت اخويا اصحابه بيكلموه بيقول له يا محمد ده اخوك كذا كذا كذا، وجايبين لي الصور وبعتوها. انا قعدت اضحك على نفسي الصراحه، قعدت اضحك كومنتات عليا، ما اتكلمتش الصراحه. طب هو راح يعمل سيشن في القهوه يعني؟ كان عايز يعمل حته كريتيف كده، هو فاهم انت لبس التخرج بعد قهوه اللي هو كانت قهوه قديمه شويه، كان عايز يعمل لقطه حلوه كده. بس واتفضحت يا اسطى. الحمد لله، طول عمري ترند الحمد لله. طب وانت قبلها بقى في اولى وثانيه كنت برضه نفس الموضوع كده؟ بص لا، انا كنت طالع من ثالثه، كنت جايب مجموع حلو جدا بامانه يعني. طالع ليه ثالثه ولا من ثالثه؟ لما كنت في ثالثه اعدادي طالع من ثالثه اعدادي. كنت جايب مجموع حلو جدا، وانا كنت عايز اخش بتروكيماويات. ايه؟ بتروكيماويات. هم في البيت ما رضيوش. هو لا، و5 سنين ويعتبر مش عارف ايه والكلام ده كله، هتخش ثانويه. فدخلت ثانويه، خدت سنه اولى، قعدت على خير. ما جبتش مجموع وحش قوي برضه، جبت مجموع حلو، بس اللي هو مش عارف تحس اللي هو الشغف عندك بيقل. دخلت ثانيه، الدنيا ما كانتش احسن حاجه برضه، فعدت على خير. قعدت من دخلت ثالثه بقى. انا ثالثه في الاول كنت ناوي اخدها جد والله، بس الفكره كلها اللي انت ايه، حته المدرسين في الاول، حته الرقيه الصراحه برضه شويه. الصراحه مش هكدب عليك، انا عملت كل اللي انا نفسي اعمله في حياتي في ثالثه. خرجت كل حاجه. رحت اماكن اللي عايز اخرجها وسافرت. بص احنا حرفيا مفيش مكان في السويس ما كناش مشهورين فيه، كنا شله كده. مفيش مكان في السويس ما كناش في كافيه اسمه سيراميك داي، فاتح مكان. شفت جوجل اللي جنب طيبه. جوجل اللي جنب طيبه. ده اللي هو في عند العوايد، اللي هو بعد العوايد ده شارع ناصر. جوجل اللي جنب طيبه. طيبه اللي هو الشهداء. ايوه الشهداء. ده كان فاتح كافيه اسمه سيمبل داي. كانت احلى ايام بقى حياتنا في ثانويه عامه. كنت من الدرس اللي نروح نقعد جواه، مش هربظات بقى. بس في السنه دي اتعرفت على مين في دخل الثالثه. اتعرفت على دريمز. بس انا ما تتكلمش في الحوار ده. انا اتعرفت على دريمز ماشي، فاهم. وبعدين انا وانت اكتشفنا الحوار التاني بتاعنا انا وانت، بس يعني ساعتها كان في اول السنه، فاهم. وكان السنه دي برضه اتعرفت على كذا حد، بنات وولاد. كنت في سنه ثالثه تقريبا عملت كميه صحاب حلوه كتير قوي الصراحه. والشله بتاعتي اللي انا عرفتها في ثانويه عامه لحد دلوقتي احنا لسه مكملين مع بعض. يعني دي من الحاجات اللي انا يعني حاببها في حياتي، اللي احنا ايه، رغم ان احنا خلاص ثانويه دخل كل واحد دخل جامعه شكل ومش عارف ايه، بس فضلنا زي ما احنا لحد دلوقتي زي ما احنا. بس طب حلو يا عم. طب انت جبت كام في ثانويه عامه بقى؟ مش مهم، نسكيب المستوى بس. ليه يا اسطى؟ معلش بس. بص هو ثانويه عامه بالنسبه لي كلها كانت حلوه، ما عدا يوم واحد بس.
يوم النتيجه. بس ده كان بالنسبه لي اصعب يوم عدى عليا في حياتي. بس بقيت ثانويه عامه كانت بالنسبه لي. كنت فين طيب يوم النتيجه؟ بص يوم النتيجه ده كنا عاملين حته فجر كده انا واصحابي. كنا طالعين مصيف. كنا طالعين مصيف في حته في قريه اسمها روجينا. دي سخنة. في الزعفران. في الزعفرانه. بس كانت قريه جميله يعني. القريه دي حصل فيها شويه مواقف واحداث وخناقات كانت هي طالعه مبسوط فيها. طب استنى قول لي الموقف ده كده، احكي لنا عن الموقف اللي حصل. فاحنا كنا طالعين 4 ايام. فجينا في ثالث يوم عرفنا النتيجه هتطلع. احنا ثاني يوم بالليل عرفنا النتيجه هتطلع 3 يوم الصبح. فانا اول ما النتيجه طلعت اللي هو كنا قاعدين كلنا كده. فانا ساعتها نمت وصحيت لقيتهم كلهم قاعدين بره. كنا في حاله بؤس كلنا اللي هو بيقول احنا هنلم الشنط وهنمشي. طب ايه يا جدعان اللي حصل؟ محدش عايز يتكلم. انا داخل عزل حرفيا. اسال اول واحد انت عملت ايه؟ محدش بيرد. فاللي هو ايه مش عارف مين شال ماده، مش عارف مين شال مادتين، مش عارف مين مش عارف حصل له ايه. حرفيا كنا يعني الشله بتاعتنا كلها ثانويه عامه كلنا كنا شايلين. يعني احنا نفس الشيء كلنا كنا شايلين. فاللي هو ايه لحد ما جت النتيجه بتاعتها مروان انت شايل ايه؟ شايل كيمياء وميكانيكا. كيمياء وميكانيكا؟ لا استاتيكا وديناميكا. كانت هي ماده واحده في الرياضه. ايوه يا عم ما تهزروش. يفتحوا لي البتاع انا اقول لهم لا البتاع ده كداب. ساعتها جات لي هستيريا ضحك. جات لي هستيريا اصلا اللي هو اتعاملت اللي هو عارف اللي هو عادي مش عارف ايه. بس وبعد كده فضلت قاعد وهم كلهم هيمشوا وانا مش ماشي. ده كان لسه ما يوم انا مش ماشي. ليه؟ يا ابني انت كنت في حاله مش في وعي. يعني اي حاجه كنت بعملها اليوم ده انا ما كنتش في وعي. امشي لا مش عارف مش همشي. هم ساعتها كلهم مشوا. فضلت انا قاعد في الشاليه لحد بقى ما ايه اللي انا كنت مستنيه هيجي. المكالمه اللي انا كنت مستنيها. كلمت ابوك؟ لا كلمت امك؟ كلمت امي واخويا. ساعتها كنا مسافرين اسوان. ساعتها بس المكالمه دي جات لي من هنا وانا تحت الكوره بتاعتي. خلاص بقى شباب النزيل بعديها بس فتحت النافوره بتاعتي من هنا. فاهم. هو الفكره اللي انا يعني عارف ما زعلتش بس برضه اللي هو يعني كانت الموقف كان صار هو مش لدرجه ان احنا نشيل. يعني انا حليت مش لدرجه ان انا اشيل. حتى لما رحت عملت تظلم يطلع ان انا درجات كتير قوي في مواد كتير قوي. لا والله يا ابني انا في ناس كتير قوي اعرفها كان لهم درجات كتير قوي وكانت تفرق معاهم في كليات ما دخلوش. انا مثلا كان ليا درجات كتير قوي كانت انا في المجموعه رافعه رهيبه وما خدتهاش. حتى رحت وريت امي بعينها. انت ما خدتهاش ليه؟ ما فيش الكلام ده. ازاي؟ ما ارتبطش الكلام ده بالتظلم بتاعك. لسه مش في تظلم ان انا مثلا بص انت بتعمل تظلم هم بيوريك ورقتك والدنيا جميله ومش عارف ايه بعد كده خلاص مفيش حاجه بتتعمل. لا والله؟ والله بس تروح تتحصل وترجع. والله ازاي يا اسطى؟ الثانويه العامه كلها كده. قليل الاول لما تلاقي حد ياخد مجموعه لازم تبقى واسطه كتير قوي يا اما لو حاجه بسيطه يعني. يا اسطى انا في ثالثه اعدادي عملت تظلم علشان كنت عايز اخش ثانويه عامه وفعلا جبت المجموع بعد كده. ماشي بص لحد ثالثه اعدادي كده كمان بس في ثانويه عامه ما فيش الكلام ده. هتروح هتلاقي مجموعك وهتلاقي درجاتك وفي الاخر مفيش اي حاجه. لا والله؟ بس انا بقول لك يعني هي الفكره. بقى ساعتها رحت يعني شفت الدرجات والناس كتير كنت اعرفها. ساعتها سنتنا دي كانت سنه جامده يعني خلصنا الدنيا بتاعتنا. بس ساعتها ابويا قعد شهر ما بيكلمنيش ولا حتى بيجي البيت بسببي. فاهم. وكلهم في البيت كانوا متجنبيني تحسوني كنت جراده في البيت عايشه معاهم. والله ما عارف يا اسطى. بس يعني عدت على خير. وبعدها هو دخلت اعلام. فاهم الدنيا مش عملت ايه بقى في كليه اعلام؟ بص انا اول ما دخلتها او كنت عايز اجربها. يعني انا كنت داخلها بالنسبه لي حاجه جديده وانا من النوع اللي بحب اجرب. فانا كنت عايز اجربها. بس لما دخلت جوه كنت حابب الكليه. ايوه الصراحه يعني في سنه اولى كنت لسه بتعرف على الناس. بص هي ميزه اعلام هي ليها ميزه بس هي عيب انك بتتعرض لكل مواقف الحياه الصعبه اللي ممكن تتعرض لها بسبب الناس اللي جوه. انا مش شايف ان هي مش عيب. هي في ناس بالنسبه لهم ما بيقدروش يتحملوا ده. يعني الناس بتبقى بالنسبه لهم الموضوع ده اللي هو لا بيبقى نهايه حياتهم. في ناس بتعرف تتاقلم مع ده. انا عامه كنت بعرف اتاقلم مع ده. انا بالنسبه لي كان ده عادي لذيذ. عشان كده بالنسبه لي
كنت بستفاد من كل الحوارات اللي بتحصل، اي حاجه بتحصل كنت بستفاد منها. لكن اسمه ايه ده، لكن في ناس تانية حرفيا لا، كانوا بياخدوا الصدمه من هنا ويجيلهم حاله نفسيه وحشه. كان بيحصل قدام عيني الموضوع ده. صحابك في حد قريب؟ بص انا كده في سنه اولى كنت داخل اجرب، انا كنت سايب نفسي لاي موقف. فانا بقى فاهم انت، اتعرضت بقى على كميه ناس صفرا، على كميه حوارات، على كميه مش عارف، انا كل ده كنت متقبله لدرجه ان انت كان في ناس اقسم بالله كان اكتر من اخواتي. بعد ما الجامعه خلصت ولا يعرف يعني كل دي كنت حاجات ايه، فانا عادي، انا كده ما كانش فارق معايا عشان انا كنت بالنسبه لي انا داخل اتعلم. بس برضه قدر ان هو ممكن يكون ليه مشاغل ليه. لا مش مشاغل، قطع علاقه. قطع علاقه يعني مثلا لو ارقامكم عند بعض، مسح ارقام مش عارف، لا مثلا بيتكلموا على الواتس ما بيردش، بينزل استبيانات، بيعمل سنه على لسانه ما بيردش عليه. فاهم؟ فانا سنه اولى بالنسبه لي كانت سنه تجارب. من اول ثانيه بقى ابتديت اخش مراهقات بقى. لا خلاص انت كده انت خلاص، انا فهمت الدنيا دايره ازاي جوه، ما بين بقى حتى تعاملك مع البنات او تعاملك مع الولاد الاثنين. فالحمد لله خلصت الجامعه. اذا كان الولاد انا عارف الحمد لله الشله اللي انا طلعت بيها من الجامعه بالنسبه لي هم احسن شله في الجامعه، عشان انا فعلا ما شفت ازايهم جوه. يعني بعيد عن حوارات البنات اللي كانوا على جنب، احنا كنا رجاله مع بعض، لو احنا قاعدين حواراتنا ودنيتنا كرجاله ما كانش بيدخل ما بيننا حوارات بنات. دي كانت فرق اول نقطه دي، عشان دي اصلا كانت اكبر مشكله بتعمل كل حاجه في الشله الثانيه. دي اول حاجه. بالنسبه مثلا اثنين يحبوا واحده، لا معظم الشلل بتبقى مثلا داخل فيها بنات، او مثلا داخل فيها قصص بنات، وبيحصل مشاكل وحوارات وخناقات وكلام بيترمي هنا وكلام بيترمي هنا. يعني انتوا كرجاله قافلين على نفسكم؟ احنا كنا مع بعض مع حالنا، فاهم انت، بنهزر وبنعمل وبنقعد مع بنات في الجو، بس بنخلص بنروح نقعد على القهوه، اليوم بيبقى بتاعنا، ما بندخلش حوارات بنات ما بيننا. اخرنا ممكن نتكلم مع بعض في كام حاجه، بس لو ما بندخلش الحوارات دي ما بيننا، كل واحد حواراته مع نفسه. بس فالدنيا كانت ماشيه بينا، ماشيه حلو يعني بمعنى اصح. بس خلصت الجامعه وانا حرفيا يعني مكاسب الجامعه بالنسبه لي الناس دي، وان انا اتعلمت شويه حاجات ما كنتش هعرفها في حياتي. بس دي بالنسبه لي بالجامعه يعني. طب انت قبل ما تخش الجامعه دي كان تنسيقك موديك حته بعيده؟ موديك فين؟ لما بص انا اصلا لما خلصت لما بعد ما خلصت يعني الامتحانات بتاعت الملاحق وكده وامتحنت وكده، فانا كنت عايز ادخل هندسه. كنت عايز ادخل معهد فن صناعي. معهد فن صناعي؟ اسماعيليه؟ لا، معهد فن صناعي لما جالي التنسيق بتاعي جالي فين؟ في اسوان. تمام؟ اخر الدنيا. بس انا كده بالنسبه لي كانتش ازمه، عشان انا برضه خالتي ساكنه في اسوان. عندك قرايب هناك؟ خالتي هناك. انا ساعتها كلمتها ومش عارف ايه، ورحنا سافرنا انا واخويا وقعدنا عندها كام يوم. فرحت قدمت ورقي فعلا. فانا وهناك كده حصل كام موقف ما كانش احسن حاجه. كان موقف؟ كان موقف مثلا ما بين في البيت هنا في السويس وما بين هناك في اسوان. فانا حسيت ان الكليه مش جالي سكه، فجيت في اخر تقريبا تنسيق ليا رحت حاولت اعلم من نفسي، حتى ما عرفتهمش في البيت. حاولت اعلم من نفسي لما رجعت من اسوان عرفتهم قبل ما النتيجه تظهر. لما التنسيق ظهر اول مره ما لقيت الدنيا ماشيه تمام، يعني هو ما اتقبلتش، وقلت خلاص تمام ربنا يهدي. بعدها بيوم واحد صاحبي كنا قاعدين على القهوه قال لي يا ابني ده التنسيق نزل على يومين، فادخل شوف دلوقتي ممكن تكون اتقبلت. دخلت فعلا لقيت نفسي اتقبلت. وحرفيا عارف انت لو حسيت ان ربنا جابني من نقله من المواقف دي تحصل، انا حرفيا ورقي خلاص كان هو اصلا في معهد فن صناعي وكان بيبص عليا والدنيا كانت حلوه. بس لو ربنا جابك من النقله دي للنقله دي، هو كان عارف انت دنيتك بعد كده هتمشي ازاي. وانا حرفيا ادركت وربنا حاطني في المكان ده ليه بعد كده. طب ليه؟ اول حاجه عشان انا فعلا كنت فقدت الشغف في المذاكره، فانا كنت دخلت معهد فن صناعي وبعدها الهندسه انا مش عارف كنت هقدر اكمل فيها ولا لا. دي اول حاجه، عشان انا حرفيا فعلا ما كنتش الحمد لله خرجت بتقدير جيد جدا، بس انا برضه ما كنتش بذاكر. يعني هو ما كنتش لا اللي هو ببكي وبذاكر وبقعد واعمل كنت بشوف المشاريع اللي ورايا والدنيا، والصراحه اصحابي شالوني كتير قوي في الجامعه، بس اللي هو برضه ايه، لا انا عارف نفسي لو كنت دخلت كليه اتقل شويه ما كنتش ما كنتش مش عارف، هو انت كده ما جربتش، بس كنت حاسس ان انا كنت ممكن ما اقدرش اكمل فيها، ما اقدرش على المذاكره بتاعتها. دي اول حاجه. ثاني حاجه برضه التعامل مع الناس، فكره برضه ان انت ما كنتش بعيد عن اهلك قوي. انا كنت بقعد في اكتوبر عشان جامعتي في 6 اكتوبر في القاهره، كنت بقعد في اكتوبر شويه، بس اللي هو كنت برجع تاني اخر الاسبوع برجع في السويس، مش عارف كنت
الدنيا كانت رايحه جايه، فاهم؟ مش اللي هو لا انت مرمي في اسوان هتضطر تقعد ترم كامل، ترجع اخر الترم، ترجع ترم تقعد ترم كامل، ترجع لهم. الدنيا ما كانتش احسن حاجه بس. طب انت فنان كبير وممثل كبير عيب عليك. ومتابع الوسط، فالفترة اللي فاتت دي كان في فكرة المسلسلات اللي بتنزل 10 حلقات و15 حلقة. أنا شايف إن دي من أنجح الأفكار اللي ممكن تعدي على المستوى الفني في التاريخ. انا بحبها يا اسطى جامدة. انا بحب اصلا فكره، حرفيا معظم الافلام اللي نزلت بالافكار دي كلها كانت جامده، كلها عجبتني. يعني عندك إيه أكتر حاجة عجبتك؟ اكتر حاجه عجبتني اقول لك انا مسلسل، بص اكتر حاجه عجبتني في الفتره الاخيره مسلسل عمر افندي. عمر افندي؟ ليه بقى؟ الشخصيات اللي فيه عجباني جدا. مصطفى ابو سريع. اللي عجبك اكتر الشخصيات ولا الكاركترات؟ انا اللي عاجبني الكاركترات اللي جوه المسلسل. بص فكره انك ترجع بالزمن ده اصلا من الحاجات اللي انا بحبها. ليه؟ عشان انت بتشوف زمن او حاله انت ما عشتهاش بس كان بيتحكي لك عنها، فلما تشوفها تبقى حابب الجو ده، فاهم؟ يعني في كذا مسلسل اتعمل انك ترجع بيه الزمن لورا تبقى حابب، يعني تبقى حابب الحاله اللي حصلت، اللبس، الطريقه اللي عايشين فيها، البساطه اللي عايشينها، طريقه الكلام. يعني في حته في اخر المسلسل لما بتقول له انتوا عايشين ازاي او ايه دنيتكم او التواصل، دي في حته كانوا قاعدين هما الاثنين الشغله تقريبا الشغله كانوا قاعدين مع بعض، فهو بيقول لها الناس بقت يعني معنى صح محدش بقى بيفكر في حد مش عارف ايه، عكس في زمانهم كلهم مع بعض، فاهم؟ الدنيا بسيطه والكلام نفسه، يعني الكلام بتاعهم بسيط وحلو، يعني حاجه لذيذه. والله فاهم. يعني من المسلسلات اللي انا حبيتها، يعني هو لما ترجع بالزمن لورا وتعيش الاجواء بتاعتهم، تخيل نفسك انك عايش في الزمن ده، تبقى نفسك فعلا تعيش هو. انا ليه مش موجود في الحته دي؟ اكتر حته الصراحه، ايوه اكتر حته على لي فيها، اكتر حته كانت عجباني في المسلسل لما دياستي كان بيقول عمر افندي انا هويت يا زعيم. الحته دي بحبها قوي. يقول لي انا بتكراش، يعني انا بتكراش فاكر هجيبها لك الحته دي اكتر حته عجبتني. طب ايه يعني الفنان دلوقتي المفضل ليك ان انت تتابعه في الوسط كله؟ بص انا كده من بدري اكتر فنانين انا بحبهم هو كريم عبد العزيز. برنس هو بالنسبه لي من بدري قوي. يعني الفكره ان هو قادر يعني ممكن مثلا هو مسلسل حزن او اكشن او بس هو ممكن يدخلك مثلا فكره بساطه فيه او حته كوميديا بسيطه بوصف الدراما بتاعته. هو بيبقى الموضوع بسيط. يعني كان عامل مسلسل اسمه وش تاني اللي هو فيه اكشن ودنيا ما اتفرجتش عليه بصراحه. صراحه اتفرجت عليه مرتين او ثلاثه لحد دلوقتي. حرفيا هو مسلسل تتفرج عليه ما تزهقش منه، ممكن تتفرج عليه تاني وثالث. بس اللي هو المفروض في دراما شويه والكلام، بس لا هو بيضحك عادي وفي هو شخصيه دمها لذيذه قوي. صراحه بحبه قوي. وانا شايف ان ده من صدق اسمها ايه؟ انفعالاته، صديق انفعالاته اللي هو مش بيتصنعها. هو مستر، هو يعني بيدرس يعني حتى هو ما بيوقفش عند حته معينه. هو انا عارف ان فتره حتى وهو مريح بياخد ورش، بيقعد يشتغل على نفسه كتير قوي. حتى انا فاكر في فتره مش فاكر يعني كبر على الموضوع ده، لان هو كان كبير وكده اصلا بقى ليه اسم وبقى حاجه تقيله. انا كنت رايح بالورشه مع شويه ناس عاديين عادي مش عارف مع استاذ مين. مع ان الناس دي بتشوف ان الموضوع ده غلط، ان انا دلوقتي بقيت اسمي تقيل ومش عارف انا ليه اروح اخد ورش. لا يا باشا بص، انا مقتنع طول ما انت بتتعلم، طول ما انت بتزود من نفسك ممكن تستفاد معلومه او في حاجه ناقصه ممكن انت عايز تكملها، ممكن الناس كلها مش واخده بالها منها ودي بتعوض يعني. طب تجربتك بقى مع التمثيل؟ بص التمثيل ده دي صدفه. دي صدفه؟ انا كنت قاعد في حالي بتدور على شغل. انا كنت داخل في جروب شغل لقيتهم منزلين مره واحده في اعلان نزل على الجروب، فانا دخلت قدمت ابلكيشن عادي كان نازل، دخلت ما اعرفش ده ايه اساسا، ما ركزتش هو ايه. او ممكن كنت مركز بس لو كنت بحسبه حاجه برضه ليها علاقه بالشغل. المهم بعد ما قدمت فكان اول يوم رمضان، فجالي مكالمه تليفون كان 2023 عندك انترفيو بكره تبع بدايه. انا ما اعرفش ايه بدايه دي اصلا، تمام؟ كنت فاكرها شغل، قعدت ابحث عن النت طب ايه بدايه مش عارف ايه، مفيش حاجه جايه. فرحت حضرت الانترفيو، فانا داخل لقيت ناس في سني هم اللي بيعملوا الانترفيو. انا دماغي عملت ايرور كده اللي هو في حاجه غلط، فاهم؟ وناس اصغر مني كمان عارفهم. بس على كده دخلت يا اسطى قعدت. اول سؤال جري من اول واحد
انت كلمتنا ليه؟ قلت له انا اصلا جاي على ايه؟ اصلا انا اصلا ما اعرفش انا جاي على ايه. قال لي ده بجد؟ انت قلت له صريح. فقال لي طب مش عارف مين هيشرح لك الدنيا كلها. فساعتها مش عارف مين شرح لي الدنيا، قلت له بس ما تكملش، انا افتكرت كنت بتكلم كده حرفيا. خلاص انا رحت قعدت، انا خلاص عرفت ان انا داخل في موضوع عبثي بالنسبه لي. انا بصراحه كنت عامل في الانترفيو صباح الفل، هو بالحب بقى زي ما تيجي فاهم، غلطتش وخلاص. كده مش فارقه معاك بقى. عادي بقى، فاهم انت، لو ولا هتزنوني في الاسئله في الانترفيو ده انا كده كده مش فارق لي، فعادي بقى صباح الفل. حتى وانا في الانترفيو مش عارف مين كان بيقول لي هم ممثلين لقطه وعاملينها كده، قلت له مفيش مين بيفكر فيها. ايه؟ كان بيقول لي هم ممثل لقطه، ممثل لقطه؟ يعني هم ممثلين مشهد. هو انت اساسا ما كنتش ليك لو تمثيل؟ لو انا عايز يشوفك يعني مثلا يحدد على اساس ده بالنسبه له انترفيو، عايز تدخل فريق مسرح. فاهم. انا قلت له مفيش اللي انت عايز تفكر فيه ده. قعد يقنعني، قلت له لا خلاص الانترفيو، وانا عارف ان انا مرفوض كده كده فاهم. بعدها بيومين لقيت نفسي مره واحده دخلت في الجروب، انت اتقبلت، البروفات هتبدا مش عارف من امتى. انا الصراحه لو الموضوع مش جاي لي سكه، وقلت اروح اجرب يعني مش هخسر حاجه. رحنا اول بروفه، كان ساعتها كنا في رمضان، كانت الناس كلها جديده، كنتش بطيء حد صراحه، كنت بقعد بشتم فيكم كلكم، انت كنت واحد منهم حبيبي. تمام. فساعتها كنا بنحضر محاضرات. ايوه فاكرها. تمام، بتاعت التنميه دي. بلاش بدون ذكر اسماء بعيدا عن التنميه. تمام، كانت حاجات صعبه ان احنا نحضرها في رمضان يعني. تنميه. بروفه في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، الموضوع كان صعب. وكان في واحد كده بدون برضه ذكر اسماء كان بيسال اسئله عبثيه في الموضوع ده. تمام، ويخصك بمعنى صح. عرفت. تمام. ماشي. فانا ساعتها كنت كنت مبسوط من المكان، بس لقيت مره واحده اللي انا كنت سحبت عليك، سحبت على الناس الثانيه، سحبت مش عارف على مين تاني، فالدنيا جميله يعني. تمام. بس خلصت الدنيا والحمد لله الموضوع مشي بخير. كملنا بروفات مع بعض، كده كانت تجربه لذيذه بالنسبه لي، كنت بجربها. يوم في الثاني تعرفنا على بعض. الدنيا مشيت جميله، دخلنا في دور التمثيل كلنا مع بعض. ومشي. طب انت ايه اللي استفدته من التمثيل؟ كمروان بقى شخص. بص، الاكتر حاجتين استفدتهم من التمثيل. اول حاجه تجربه ما كنتش متخيل انا ممكن اخدها في حياتي قبل كده. تاني حاجه برضه كانت عجباني في موضوع التمثيل، او اللي انا استفدته، المواجهه. مواجهه الجمهور. دي كانت فارقه لي قوي. مع انك انت كنت في اعلام قبل ما تخش التمثيل. عشان احنا على حظنا انت اتعرضت. بص، سنه اولى ماشي، كانت سنه بتتعرف على اعلام. تمام. الثانيه المفروض كان بيبقى فيها زي عملي، بالظبط، حصل فيها كورونا. سنه ثالثه كان فيها شويه كورونا ومش عارف ايه برضه. بس السنه برضه خلصت بسرعه، يعني طبعا اكتر سنه كان ممكن تتعرض فيها لاي حاجه كانت رابعه. واحنا كنا لائحه جديده، كانت اول ناس يطبق عليها لائحه جديده. فانت بقى ما كانوش عارفين يظبطوا، هم يحطوا لك زي عملي. هو كان في عمل كتير، بس ان انت تواجه فيه مثلا حد او تعمل او تسوي. في اخرك كنت بس ممكن تروح تتكلم مع ناس شخصيه في مشروع التخرج مثلا، كنا بنقابل ناس. قابلت مين في مشروع التخرج؟ انا بص عملت لقاءات مع ناس في السكه الحديد. وقابلت حماده هلال. هو ده انا مستنيه فاهم. رحنا عملنا معاه لقاء. وفي يوم برضه كنت المفروض اروح اليوم ده بس ما روحتش. كنا عاملين لقاء مع مرتضى منصور. كويس انك ما رحتش. والله كنا عاملين لقاء، كانوا عاملين لقاء معاه، وفي ناس عملت لقاء مع الخطيب. انت ما رحتش ليه اصلا مع الخطيب؟ الخطيب ده انا اتغفلت فيها، ما كنتش عارف اصلا هم رايحين. لا والله. بس بتاعت مرتضى منصور الصراحه، بس ده كنت في السويس، ما عرفتش اروح لهم القاهره دي. بس هم دول. طب حماده هلال بقى لما قعدت معاه بص اليوم ده جه ازاي؟ كنا سهرانين انا وواحد صاحبي وواحده صاحبتنا، كنا احنا الثلاثه كنا سهرانين في مكان اسمه سيركل كده في 6 اكتوبر. كنا قاعدين انا وهي بنكتب زي حاجه تبع حلقات، بنخلص شتات، وهو برده كان معانا في نفس الموضوع. ساعتها قاعدين انا وهي قاعدين بنترد لبعض مش عارف ايه وكده. فمره واحده اتكلمنا مكالمه من واحده ثالثه ان هي جابت ميعاد من حماده هلال دلوقتي. هو كان عنده ساعتها ميعاد عند الدكتور في العياده. الكلام ده كان الساعه 2 الفجر. الساعه 2 الفجر. هوب جمعنا نفسنا، رحنا لهم. طب يلا نتحرك كلنا. ففي واحده اللي هي البنت اللي كانت تعمل معاها لقاء، فجابت معاها واحده صاحبتها تاني. وكنت انا وصاحبي ده ومعانا الثلاث بنات دول. بس رحنا
طلعناهم هم يعملوا اللقاء فوق معاه في العياده وكده، واحنا فضلنا مستنيين تحت في العربيه، قعدنا نلف شويه، كان في المهندسين ساعتها الحوار. بس بعد ما قعدنا وكده فحماد قال بيتكلم معاهم بيقول احنا فهم بيقولوا له احنا معانا اصحابنا تحت مستنيينهم كده، بيقول لهم بجد طب هاتوهم يا عم نسلم عليهم ونشوفهم مش عارف ايه وكده. بس رحنا له، صراحه كان شخصيه عسل جدا عسوله كده، قعد يهزر معانا وقعدنا نهزر معاه ونتكلم ومش عارف ايه وكده. بس كان في حاجه لحد دلوقتي مش عارف احنا ما عملناش ليه. محدش فينا فكر يتصور معاه، بس ما اعرفش ليه يعني فاهم. بس فضلنا قعدنا نهزر معاه شويه كده، وقف معانا بتاع ربع ساعه بيهزر معانا وكده، وخلصنا وهو مشي واحنا رجعنا بقى عشان نوصل البنات دول بيوتهم ونروح يعني. طب هو اللقاء اللي عملوه معاهم ده تصوير ولا كان اللي هو اذاعي وكده؟ كان في زي هو كان صور، هو بص كان في فيديو وكان في صور وكان في زي كلام ثلاثه. فيديو وصور وكلام؟ الثلاثه بيتحطوا على بعض يعني ولا بيبقى ولا مش فاهم بيتعمل ازاي؟ احنا كنا ساعتها في مشروع التخرج كنا عاملين 3 حاجات. اول حاجه كنا عاملينها صحافه الكترونيه، كنا عاملين صحافه فيديو، كنا عاملين مجله الثلاثه. فالصحافه الالكترونيه دي اللي هي الاخبار اللي بتنزل في الورق او المجلات بتنزلها على النت بتاعتنا. كنا عاملين له موقع، لا احنا عملنا موقع اصلا باسم الصحيفه المجله بتاعتنا، المجله اسمه ستار. اسمه ستار؟ ان هو صحافه الفيديو زي بتنزل فيديوهات من اللقاءات وكده برضه، بس دي بقى برضه بتنزلها على الموقع، بتنزلها على الفيسبوك، الكلام ده كله. اخر حاجه اللي هي المجله دي اللي احنا كنا عاملينها بقى، اللي هو بتبقى الصوره متاخده عادي وانت في اللقاء مع الشخصيه مش عارف ايه، والكلام بقى المقال تحته. حلو والله. بس ساعتها الحمد لله خدنا مركز اول. مركز اول؟ خدنا في الامتيازات في المشروع، الدنيا كانت حلوه. مشروع التخرج بتاعكم؟ هو ده اللي كان امال ايه موضوع الفيلم بتاع الفرعون الاسود ده؟ لا ده كان فيلم الاذاعه، كان اذاعه وتلفزيون. اذاعه وتلفزيون؟ كان ساعتها كان المخرج كان معانا كان حماده. مدلل؟ لا واحد صاحبي اسمه حماده. تمام. محمد عبد اللطيف تقريبا، محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف. وكان في برضه واحد صاحبنا اسمه كان اسمه ايه؟ نسيت اسمه. لا ما ينفعش. يعني هم كانوا 2، هم صراحه 2 مخرجين تقال. هو انا بس مش عارف اسم الناس ازاي، ما ينفعش يتنسي. المهم يعني ياقوت. بس فالاثنين دول عارفين هم مخرجين تقال. فحماده كان قاعد من فتره، كان في فكره فيلم في دماغه كان عايز يعمله. فلما جمع التيم بتاعه وكده وابتدى يصور فيه، احنا ساعتها كنا بنساعده. الفيلم كان حلو جدا جدا. الفيلم ساعتها اخد مركز اول في على الجامعه. بعد كده راح اتعرض في مهرجان اللي هو السينما بتاع القاهره، مهرجان السينمائي بتاع القاهره للافلام القصيره. اخد المركز الاول على الشرق الاوسط. والله العظيم. والله الفيلم جامد يا اسطى. الاثنين الصراحه حلوين. طب ما نجيبهم في الفيلم اللي احنا بنعمله ده. اكلمهم في الاول. لا بس الصراحه يعني الناس دي من اشطر الناس اللي شفتها في حياتي، اذا كانت كتصوير او كاخراج، يعني الاثنين. يعني حتى هم كفوتوغرافر الاثنين حلوين جدا. والصراحه يعني ما شفتش قليل قوي لما اشوف ناس دماغهم بتبقى على طول شغاله في الموضوع ده، هم فعلا عايزين يعملوا حاجه. فالناس دي الصراحه انا كنت فرحان ان انا اتعاملت مع شخصيات زي كده في الجامعه. ماشي يا اسطى، ما فكره ان الناس بتبقى عايزه تعمل حاجه دي، في ناس كتير عايزه كده، بس في ناس بتبقى عطلانه او بتعمل اي حاجه. هو انت عامل اي حاجه بس مقتنع ان في ناس بتسعى. فالناس دي كانت بتسعى اللي هي تعمل حاجه. ان هو وقت الجامعه ما كانش معاهم امكانيات مثلا، بس هو خلاص انت في مشروع فبنلم من بعض، فجبنا كاميرات جبنا مش عارف ايه عشان نطلع حاجه حلوه. بس ده اللي حصل. طب هم دلوقتي عملوا حاجه مثلا، دخلوا درسوا او انتوا ما تعرفش اخبار عنهم؟ بص حسام دلوقتي، حسام يعود ده في السعوديه دلوقتي. شغال في نفس المجال؟ وحماده شغال دلوقتي مع شركه بيصور اعلانات لحاجات كتير قوي. لا والله. وفكرته حلوه. وريتك على فكره كام فيديو ليه. شفت اعلانات كانت حلوه ما شاء الله عليك. وريتك كده كام تصوير ليه وكده. الدنيا بتاعتك طب حلو والله. بص هو في موضوع صعب ان حد يتكلم في موضوع حساس شويه. قول يا صاحبي. ماشي. حته الاندر ايج. الموضوع ده اصلا يعني حتى اتكلمنا فيه انا وانت على مستوى شخصي على جنب. الموضوع بقى مأفور زياده عن اللزوم. انت ايه وجهه نظرك في الحوار ده؟ بص انا مقتنع اللي بيحصل دلوقتي او اللي احنا شايفينه ده تربيه. يعني الاهالي بيبقى لهم دور كبير في الموضوع ده، عشان انت عديت بالمرحله دي. يعني احنا مثلا كنا في نفس المرحله في نفس السن، ما كناش في نفس كده. بس دي الفكره، دي بقى تربيه.
التربيه ان انت فعلا معظم الاجيال اللي طالعه هم فعلا مش واعيين بالتربيه الصح. والاهالي حرفيا على راس في سؤال اسال، هو طالما انتوا مش قد الخلفه بتخلفوا ليه؟ بجد طالما انت مثلا الكائن اللي هيجي ده مش هتهتم بيه، مش هتعتبره هو فعلا ابنك. اصل كلمه ابنك دي حاجه مش سهله، يعني كلمه ابنك دي حاجه صعبه. انت طب اتجوزت ليه؟ يعني لو اتجوزت لحاجات تانية خلاص كنت كمل فيها من غير ما تخلف. ماشي يا اسطى، بس هو ايه المشكله يا عم؟ انا اتجوزت وخلفت وسايب لبنتي حريتها وولدت حريتها. لا، في فرق بين الحريه وفي فرق ان هو بص دلوقتي في اللي هو بيعملوا حاجات بحريتهم وكده، بس الموضوع طلع اكبر منهم، هو راح في سكه غلط. فانت اصلا قبل ما تيجي تسيطر بعد كده على الموضوع بتلاقي الموضوع فلت منك، مش انت من الاول اصلا ما كنتش عارف تسيطر عليه، او بمعنى صح ما كنتش موجود في ده. في ناس تانية اصلا مش بتهتم باولادها، مش حوار حريه بقى، مش مهتمين بهم اصلا. لدرجه ناحيه ايه مثلا؟ اقول لك ناحيه اهتمام، خوف عليهم، معامله معاهم في البيت، اللي هو يصاحبوهم. بص هو الاهالي لو صاحبوا اولادهم حتى لو هم بيعملوا ايه، دي اصلا اكبر حاجه يعرفوا يسيطروا عليها. الولد لما بيعمل حاجه على الاقل هيجي يحكي لك. لكن فكره ان دلوقتي معظمهم، لا انا يعني كلمت كذا حد حرفيا الناس اللي عايز يهرب من البيت، اللي عايز يهجر، اللي عايز ينتحر، ده بجد اقسم بالله. هو في من اهالينا لا بيقول لك فكره احنا الرهاب لا الاجتماعي. ما كناش عايزين نعيش معاهم. طب هم جابونا ليه؟ هم مش عارف ايه. انا عارف، بص انا مقتنع ان احنا ممكن يا عم جينا في زمن من زماننا، هو ربنا ممكن حطينا زي في اختبار صعب في الفتره دي، فاحنا هنعيش، لازم نتعامل، احنا نعيش، لازم نكمل. مفيش حاجه اسمها انا هقف، انا مش عارف ايه، انا مش هكمل، انا عايز انتحر. ما هو انت مش هتموت كافر وهتدخل النار وتبقى عايش كمان في جحيم. انت لازم توزن حاجه قدام حاجه. فانت كل اللي عليك قرب لربنا، طالما خلاص حياتك مش جايه سكه، الله قرب لربنا. بس الفكره انا بس اللي بيغيظني، يعني مثلا مش عايز اذكر اسماء، بس كان في واحده كنت بكلمها هي كانت صغيره في السن، فهي بتحكي لي، حكت لي شويه حوارات كده بس في البيت بتحصل معاها، اللي هو انا مصدوم، اللي هو بجد يعني. لما عارف انت حتى لما بتيجي مثلا ممكن تيجي من الاب، لكن تبقى جاي من الاب والام، فالموضوع بيبقى صعب. ان هو بيبقى فساعتها نيجي بقى نسال نفسنا هو ليه البنات بتعمل كده؟ او ليه مثلا بالله مثلا بنت عندها 14 سنه بترتبط او لسه، يبقى حاجه من الاثنين، او بعيدا هم نفسهم مثلا يجربوا الشعور ده، بس في الناس اصلا بتبقى عايزه تلاقي فقد الاهتمام. بتبقى عايزه ما لقيتوش في بيتها، عايزه تلاقيه في حد بره. فده بقى بيودينا لحوارات تانية اكبر، حاجات تانية كتير مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. فانا الصراحه الموضوع ده اللي بيغيظني، هو طالما انتوا مش قد ده او مش حمل ده، او بمعنى صح انتوا عندكم مشاكل الدنيا كلها، فبس ما ينفعش تطلعوه في عيالكم، ما ينفعش تلبسوا كل حاجه في عيالكم عشان الموضوع ما يتصعدش لحاجه اكبر. انتوا برضه هتندموا عليها بعدين. هم اللي هيندموا عليها. يكون مثلا من الاهل ما عندهمش وعي بده، محتاجين ان هم الناس توعيهم. ما اعتقدش، الصراحه ما اعتقدش، يعني معلش بعيدا عن الوعي. بص انا مقتنع ان التربيه او الابوه والامومه والعيله والكلام ده كله مش بتحتاج علم على قد ما هي بتحتاج، هي حاجات حياتيه بمعنى صح. في ناس انا عارف اللي هي بتبقى طالعه من بيت صعب، فده بيبقى حاجتين، يا اما اللي حصل فيه بيطلعه في عياله، يا اما بيحاول بقى يعوض يعني اللي حصل فيه ما يعملوش في عياله. الناس بتعمل ده. في ناس تانية مثلا بتبقى هي شخصيتها كده، هي شخصيتها مثلا مش احسن حاجه فبيطلعوها في عيالها. في ناس مش عارف ايه. انا مقتنع اصل انت اتجوزت جبت عيل، كلمه عيل دي مش حاجه سهله، انك تجيب عيل يشيل اسمك وحاجه منك بتكبر قدامك، وان انت تصاحبه وتخليه جنبك ولو عوزت حاجه وكل الكلام ده. انت ما بتعرفش حتى تاثيره هو لما يشوف اصحابه بره، اللي ابوه مثلا بيهتم بيه، اللي ابوه مش عارف بيعمل ايه، الموضوع ده هو بيأثر فيه هو نفسيا ازاي؟ هو انا ليه ابويا مش كده، او ليه امي مش كده، او ليه مش عارف ايه. فده عارفين انت اصلا لما بتسمع القصص دي انت بتزعل، هو من جواك انت زعلان. بس هو برضه يعني زي كلامك، طب ما هو مثلا جدي وجدك مش هنقول هم ما كانوش متعلمين بالطريقه الكافيه وعندهم وعي بالطريقه الكافيه، بس طلعوا ابويا وابوك وامي وامك يعني سويين نفسيا، بالظبط، قادرين ان هم طلعوا اجيال كويسه والكلام ده. ده اللي احنا طالعين من نفس البيت اهو يا عم، الحمد لله الدنيا معانا كويسه. بس زي الفل. بس هي ممكن اختلاف ازمان. بص هي اختلاف ازمان ماشي، بس الفكره برضه انا مقتنع ان البيت له دور مهم. حتى اصلا مش مقتنع ان هي اختلاف ازمان، انا برضه مقتنع ان هي برضه مهما كانت انت رحت فين في العصر اللي انت فيه، تمام، هي الفكره واحده. انت طالما انت مش قد الحاجه دي ما تعملهاش. اصل هو ممكن يقول لك مثلا ايه اللي هو انا كأب بتعامل، فبقول يا عم ايه المشكله يعني لما
لما اسيب ابني يروح ولا يعمل ولا مش عارف ايه، وانا ابني محتاج حاجه فانا شايف ان الحاجه دي مش في مصلحته، فخلاص انا مش هخليه يعملها، فاهم؟ فهو مع بقى لا ما تعملش ده، ما تعملش ده، ما بص. تعملش ده. فالشخصيه دي اللي انت بتتكلم عليها فبقت مش سويه نفسيا او في فرق بين الخوف، وفي فرق بين اللي هو بمعنى صح بيمشي رأيه وخلاص، وفي فرق بين اللي هو عارف انت اللي هو ايه، مش مقتنع بأي حاجة يعني مش بقول لك مش مقتنع ازاي، هو بيدي أي قرار وخلاص. ما هو القرار ده في مصلحه في مصلحه ابنه او مش شرط، بنته. مش شرط، مش كل القرارات اللي انا بتاخدها بتبقى في المصلحة. بس انا شايف ان هم بيبقى ليهم نسبه اكبر كويسه يعني. بص هم عندهم درايه اكبر من العيال بص برضه. بص الاهالي بتبقى خايفه على عيالها، بس في قرارات فعلا الاهالي بتاخدها نسبه للخوف عليهم، بس هي بتبقى قرارات صح، بدليل ان انت مثلا في قرارات بتعملها من وراهم وبتطلع انت صح. ماشي. خلينا منطقيين في ده، فمعنى كده خوف الاهالي ساعات بيأثر على قراراتهم، ان هم ما بيبقوش شايفين ان هم بياخدوا القرار الصح. انا مقتنع بده، انا بص انا مقتنع ان الاهالي لهم دور كتير، لهم دور كبير في حياتهم، بس مش في تحديد مصيرنا. انا مع الجمله دي جدا. يعني ما ينفعش الاهل يحددوا مصيرك. فكره بقى انت هتخش ايه، انت هتعمل يعني فكره الثانويه العامه، انت هتخش كذا او هتعمل كذا، ما دي حياتي، انا اللي هاخد التجربه، انا اللي هعيش. انا عارف انتوا عايزين تشوفوني احسن واحد في الدنيا وانا بالظبط. بس الفكره كلها برضو افرض انا عايز اخد عايز اخش حاجه انا بحبها، فليه تمنعوني من ده؟ فاهم؟ دي نقطه. تاني نقطه برضو فكره برضو لما بتيجي من ناحيه الجواز وناحيه مش عارف ايه، بيتحكموا فيك برضو بطريقه، في ناس ساعتها لو هو بيتحكموا فيك اللي هو طب مش عارف ايه، طب مش عارف كاجبار يعني على البنات مثلا. كإجبار. لو انت هتتجوزي ده عشان مثلا معاه فلوس او والولاد الكلام ده. برضه ممكن برضه تكون انت عايز تتجوز واحده يقول لك لا، ده فكره رفض برضه، فاهم؟ هو لا أو مش عارف ايه، الفكره ان هي حياتك وده اختيارك، انا مقتنع ان ده اختيارك، انت اللي هتشيل شيلتك اذا كانت حلوه ولا وحشه. بس انا برضه شايف ان هم ليهم وجهه نظر. هم ليهم وجهه نظر، اه. هم ليهم وجهه نظر، بس مش هيفرضوها عليك. بس هم بينصحوك، انت تقبلت النصيحه تمام، ما تقبلتهاش خلاص، بس فكره هم يفرضوها بقى عليك ده غلط. ده بعدين ممكن يعني بص يعمل اصلا تفرقه ما بينهم كبيره بعدين. تفرقه من مين؟ من الاولاد نفسها يعني. يعني الابن ممكن بعد كده يكره حياته اصلا هو عمل ده. مش فاهم، عمل حاجه هقول لك على لوحده حاجه، مثلا. دلوقتي مثلا واحد بيحب واحده ماشي. ماشي، عرض عليك في البيت يا عم قول الواحده دي يا عم، اهله مش مقتنعين بيه، مش مستوانا او الكلام العبيط اللي بنسمعه ده، تمام؟ فبعد كده مثلا هو عشان بيحبها والحوار اتطور وهي راحت لغيره، فعارف انت اللي هو بقى خلاص هنا بيبتدي بقى ايه يروح في نسبه كور ناحيه اهله، لدرجه ان ممكن فعلا يحصل اللي هم يخسروا بعض مع بعض. الموضوع ده بيحصل حرفيا. بس في برضه خلي بالك برضه الموضوع ده انا شفته في كذا حد، ان ممكن البنات تتجوز وهي صغيره عشان خاطر عايز تهرب من بيت اهلها. انا دي شفتها كتير، الموضوع ده مش فاكر دي شفتها كتير لحد دلوقتي لسه بشوفها. انا بتصل كمان بتتجوز اصغر من السن القانوني، اصغر من السن القانوني. دي اصلا ما اعرفش ازاي لحد دلوقتي. طب المأذون اللي بيكتب ما اعرفش بقى، ما اعرفش ده ايه دنيته. بيبقى يا اسطى زي نظام جواز عرفي، بيكتبوا عقد ولما يكملوا السن القانوني بيروحوا ده اللي يسجلوا انا عقد. ترجمته، ده اللي انا ترجمته، اصلا هو مش حل تاني يعني. بس هو كده ممكن اساسا يضيعوا مستقبل بنتهم بسبب حاجه زي كده. انا عارف لو ممكن مثلا الجوز هيموت فهي بالنسبه لها هي لسه ما حاجات اتجوزتش كتير، مش عارفه تسجلها. حوار الخلفه مثلا لو مش هتسجل. اللي هي تخلف وهي صغيره ممكن ده ياثر عليها اصلا حاجات كتير. حوار اصلا هي سنها لسه صغير يعني، لسه ما في حاجات تانية لسه مش فاهمهاش. هي بتبقى شايفه ان اللي هي عايزه تتجوز عشان تهرب من اهلها بس. في ناس كتير هو اصلا معظمهم دلوقتي بيفكروا نفس التفكير ده، انا خدت بالي من الموضوع ده. المعظم بيفكر اللي هو ايه، لا وفي برضه هم بيبقوا عايزين يتجوزوا عشان يعيشوا جو الخطوبه والجواز الجو بقى المرتبطين وان انا عايزين السبت مش عارف ايه الجو ده. تعالى بقى زورني ونصور الفيديوهات الجميله. يا اسطى ضياع. طب انا يعني رغم التجارب اللي انت عديت بيها عايزك تدي رساله للجمهور. رساله؟ رساله. رساله للجمهور. كان يا عم انت بتديني نصيحه امشي بيها مبدا في حياتي للشباب الصغير. بقى في كل اللي انت اتكلمت فيه بص انا عامه اللي انا بمشي بيه ان اي موقف صعب مهما حصل لك اعتبره تجربه بتتعلمها لحاجه هتعلمك بعدين. يعني بمعنى صح، يعني دلوقتي حصل لك موقف صعب جدا، اذا كان في دراسه في علاقه في اي حاجه، موقف في البيت عشت فيه فتره مش كويسه، فحاول تقوم نفسك منه بسرعه واعتبره درس للي هيجي بعد كده، عشان انت نفسك هتلاقي نفسك اتحطيت في الموقف ده تاني، بس المره دي هتعرف تتعامل صح. بس لازم تفكر بايجابيه مش بسلبيه، دي هتفرق معاك جدا. وحاجه تاني، اي حاجه ربنا بيعملها
ايا تكن هي ايه. يعني مثلا انت كنت عايز حاجه فربنا مثلا ما جابلكش الحاجه دي، اعرف ان ربنا شايل لك حاجه احسن وحاجات تانية كتير. حرفيا دي شفتها في حاجات كتير قوي في حياتي. انا مبسوط ان انا كنت قاعد معاك النهارده، وكده كده بنقعد مع بعض كل يوم يعني. بس موضوع الحلقه ده فتح مجال كبير ان احنا نتكلم ونتقرب من بعض اكتر. ايه؟ انهي بس. وشكرا يا اسطى، شكرا خلاص، شكرا. عايز حاجه يا اسطى؟ محتاج حاجه؟ ماشي. اقفل يا عم. اقفل. يلا.